مباراة البيرو معقدة وعلينا تسجيل الأهداف مستقبلا. وصف عميد المنتخب المغربي غانم سيس مباراة الأخيرة بنظيره البيروفي بالمعقدة على غرار المباريات التي لعبها الأسود مع منتخبات أمريكا اللاتينية. وشدد سيس في تصريحاته الصحفية التي أعقبت المباراة على ضرورة العمل على تسجيل الأهداف في مباريات ضد خصوم يلعبون بشكل دفاعي. واعتبر غانم سيس أن 20 دقيقة الأولى من المباراة كانت معقدة للغاية، ومع ذلك قدم المنتخب المغربي أداء جيدا بعض الشيء. وقال سيس إن عدم استقبال أي هدف وبقاء بونو في راحة دون أن يختبر يؤكد أن المنتخب المغربي كان قويا، مبرزا أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي خرج بها المنتخب المغربي. وخلص قائد أسود الأطلس إلا أن المهم حاليا هو تصحيح بعض الأشياء للنجاح مستقبلا في تسجيل المزيد من الأهداف في هذا النوع من المباريات التي يلعب فيها الخصوم بشكل دفاعي. وكان المنتخب المغربي قد اكتفى بنتيجة التعادل السلبي في مباراته الودية الثانية أمام منتخب البيرو التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني.